من حب في الأكلة دي ببقى عايزة أعملها كل مرة من طعمتها، وهي مميزة جدا، حلوة قوي قوي. هنعمل النهاردة أكلة حلوة جدا وفي نفس الوقت كمان سريعة، ما بتاخدش وقت معانا. بسم الله ونصلي على الحبيب ونشوف الأكلة الحلوة دي عملناها ازاي. متنسوش لايك ومتابعة على صفحتي على الفيسبوك، ولايك واشتراك على قناتي على اليوتيوب. وكمان الأول مرة يشوفني، أنا اسمي سما عمر. أول حاجة نسمي الله. معايا هنا فرخة يعني متوسطة الحجم، غسلتها كويس جدا، وبعدين بعصر عليها ليمون وبنقعها في الليمون والملح شوية كده ساعة ساعتين عشان تشيل اي زفارة منها. بعد كده بقطعها كل ربع نصين، يعني عايزة اقطعها 8 قطع. بقطعها 4/4، والربع بروح جاي اقطعها نصين، بتتحول ل8 قطع زي ما انتوا شايفين كده. ادي الصدر اهو، بروح جاي واخداه وقطعاه نصين زي ما هو واضح. تبص تلاقي انا عايزة الفرخة دي تتقطع 8 قطع. وادي الرقبة برضو مش هعينها لا، انا هعملها برضو معاها، هعمل فرخة كاملة تمام بالشكل ده. ادي 8 قطع معانا. هجيب بقى التتبيلة بتاعتنا اللي هي عبارة عن ايه، عبارة عن بصلتين متوسطين او بصلاية تكون كبيرة. تمام. في الكبة او في المفرمة عندك او في الخلاط، هتمشي في اي حاجة عندك. تمام. جبت هنا حوالي 4 قرون من الفلفل حامي وبارد. جبت 2 احمر على 2 حراق على 2 باردين، يعني زي الموجود عندك متوفر. جبت كمان حوالي 4 وحدات من الطماطم. 4 وحدات من الطماطم تكون برضو متوسطة. المهم فرمتهم زي ما انتوا شايفين كده. ببدأ انزل بالتوابل بتاعتي، عبارة عن معلقة صغيرة من الفلفل، معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من الثوم، لا مؤاخذة الكمون، معلقة صغيرة من ال7 بهارات. كمان حطيت معلقة صغيرة من الزعتر وشطة اختياري، وحطيت حوالي معلقتين 3 كده من الزيت. تمام. والملح بتاعنا ظبطته معانا، وهقلب التوابل مع الخلطة الرهيبة ديت. الطعم والريحة جبارة بجد بجد. الريحة بتاعت التوابل بالخلطة دي كلها تحفة جدا. هحط فيها الفراخ كده، وهحاول احط الخلطة جوه تحت الجلد كده من جوه، علشان اللحمة من جوه تتشرب منها. والاحسن ان انت تسيبيها مدة على قد ما انت عايزة. انا عن نفسي سبتها ساعة لانه كنت مستعجلة. مش مستعجلة تسيبيها اكتر من كده بتبقى افضل واحسن. عندك خضار، اي نوع خضار عندك هتحطيه هنا في قاع الصينية تحت الفرخة. بطاطس بقى، كوسة، جزر، اي نوع خضار عندك. انا كان عندي كوسة كانت حجمها صغير كده وحلوة، وكان عندي بطاطس. فقلت بقى احطهم تحت الفرخة عشان يتشربوا من التتبيلة، وكل السوائل بتاعة الفرخة تنزل على الخضار ده وتاخد من طعم الفرخة معانا. كده بعد ما عدى ساعة رصيت الفراخ كده على الخضار، وبنزل بباقي التتبيلة كلها على الفرخة وعلى الخضار بالشكل ده، علشان ياخدوا كلهم من طعم بعض. هجيب بقى ورقة زبدة، هحاول اغطيها كده او اغلفها بيها عشان احبس البخار بتاعها. وعندك ورقة فويل حطيه برضو. اما ما كانش عندي ورقة فويل فرحت جايه مغطيها بغطا فوق الورق الزبدة. اخدت معانا حوالي ساعة الا ربع، يعني حوالي 45 دقيقة، واستوت معانا وكانت زي العسل ودايبة دوب ومستوية واخدة حقها، والخضار كمان مستوي تحفة جدا. عملت جنبها شوية رز أبيض، بحب أنا الرز الأبيض جنب الحاجات دي، الخضار والكلام ده. شايفين الكوسة والبطاطس وادي الفراخ، كل حاجة مستوية وزي العسل. جربوها بجد حلوة أوي أوي بالطريقة دي، تعجبكم جدا جدا. ويا ريت اللي اول مره يشوف قناتي يعمل لي لايك واشتراك ومتابعه، وتشيروا الفيديو مع كل اصحابكم عشان يوصل اكبر عدد، وكمان تعم الفايده كل يستفيد من بعضه. شايفين الجمال؟ فراخ طعمها حلو قوي. اشوفكم على خير. سلام عليكم.